بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. قبل ما نتكلم على نادي الزمالك ومنتخب مصر ومباراته النهارده قدام كاب فيردي، في البدايه اتمنى من كل الناس تدعي الكابتن محمد صبري بالرحمه. ربنا يرحمه ويجعله يا رب من اهل الجنه ويصبر اسرته ويصبر ولاده. العزا بتاع كابتن محمد صبري امبارح شهد على حب الناس لكابتن محمد صبري، وقد ايه هو كان شخصية محترمة وشخصية محبوبة في الوسط الرياضي. كل نجوم الوسط الرياضي كانوا موجودين في العزا بتاعه، نجوم النادي الاهلي ونجوم نادي الزمالك سواء السابقين او حتى الحاليين. ففي الحقيقة الراجل ده كانت سيرته طيبة حتى بعد ما يتوفى، وهي دي الحاجة اللي باقيه له، سيرته الطيبة. وان مهما كان الكورة فيها خلافات وصراعات والتشجيع والجمهور وكل النوش اللي كان بيحصل، بس في الاخر هي السيرة الطيبة اللي بتفضل للاعب او حتى للمشجع. سيرتك الطيبة هي اللي هتفضل لك حتى بعد ما تتوفى. ففي الحقيقة كابتن محمد صبري كل الناس اثبتت على حبه، كل الناس اجمعت على حب الراجل ده وقد ايه هو كان شخصية محترمة وشخصية عظيمة. نجم واسطورة من اساطير نادي الزمالك، راجل صاحب تاريخ وصاحب بطولات كبيرة مع نادي الزمالك ومع منتخب مصر. في الحقيقة في بس حاجة في عزا كابتن محمد صبري عاوز اتكلم فيها، وهي حاجة مش جديدة على مجلس إدارة النادي الأهلي. في الحقيقة الناس دي ليهم كل الاحترام والتقدير، وده موقف مش جديد على مجلس إدارة النادي الأهلي. كل مجلس الإدارة بالكامل كان موجود في عزا كابتن محمد صبري. حتى لو كابتن محمود الخطيب كان موجود في مصر ومش في فترة علاج بره مسافر، كان هيبقى حريص ان هو يبقى موجود. في الحقيقة موقف محترم من مجلس إدارة النادي الأهلي، وهي دي الكورة. الكورة اللي بتجمع الناس والكورة اللي بتحبب الناس في بعض. وأيا كان انتمائك أهلاوي أو زملكاوي، في الآخر كل الناس إخوات، ولازم الناس تتعامل مع الكورة إن هي حاجة مسلية، حاجة للترفيه، حاجة ما تخلكش تخسر أخوك ولا تتعارك مع صاحبك ولا أي شيء من الأشياء دي. في الحقيقة موقف محترم من مجلس إدارة النادي الأهلي، ودي حاجة مش جديدة عليهم. حتى المدير الفني للنادي الأهلي الدنماركي يستروب بجهازه الفني بالكامل، بكابتن وليد صلاح الدين، بكابتن عادل مصطفى، كل نجوم النادي الأهلي كانت موجودة في العزاء. يعني حتى الراجل الأجنبي اللي بقاله في مصر أقل من شهرين مع النادي الأهلي كان حريص إنه يبقى موجود. فدي كلها مواقف كويسة. يا رب الناس تتعلم إن الكورة كورة، كرة للتسلية وكرة للترفيه. الكرة هي اللي بتجمع الناس، والرياضة أخلاق. الرياضة مش صراعات ولا مشاكل ولا نوش ما بين الجمهور، ولا ناس بتخسر بعض عشان خاطر أي شيء من الأشياء. موقف جميل وموقف محترم من إدارة النادي الأهلي، من أعضاء مجلس إدارته بالكامل ومن الجهاز الفني. في الحقيقة ناس محترمة. كابتن سيد عبد الحفيظ ده ليه جزئية كده لوحده، لأن الراجل ده أنا قلت كذا مرة إن أنا بحب الراجل ده شخصيا، بعيدا عن اي شيء وبعيدا عن الكوره. الراجل ده انا بحبه وبحب ان انا دايما اشوفه واتفرج عليه. كل الناس بتتكلم على كابتن سيد عبد الحفيظ ومواقفه من بعد وفاة كابتن محمد صبري، ان الراجل موجود في الجنازة وراجل موجود في العزاء. وشفناه امبارح بيواسي ولاد كابتن محمد صبري. الناس فجأة بقت بتحب كابتن سيد عبد الحفيظ. طب ما هو كابتن سيد عبد الحفيظ طول عمره ليه مواقف جميلة. فدي المواقف اللي بتبين الرجولة والجدعنة وابن الأصول اللي كابتن سيد عبد الحفيظ واحد منهم. هي دي المواقف اللي بتبين، مش الإفيه اللي بيتقال ولا الانتماء اللي بيتقال ولا الرأي اللي في الكورة بيتقال. ده اللي انت تقدر تحكم بيه على شخص. هي دي المواقف اللي بتبين معادن الناس وأخلاق الناس. وهنا تقدر تحكم على البني آدم، يعني إذا كان الراجل ده شخص محترم، شخص متربي، شخص جدع ولا لأ. هي دي المواقف، مش انتماءات ولا مثلا اخبار في الاعلام. لان الناس كانت دايما بتقول على كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو راعي الفتنه في مصر. فلا يعني الحقيقه ان الراجل ده راعي الرجوله والجدعنه وابن الاصول. الراجل اللي متربي واللي دايما موجود في اي واجب، سواء عند الناس الزملكاويه او عند الاهلاويه او عند اي حد موجود ليه صله بكابتن سيد عبد الحفيظ، دايما الراجل ده بيبقى موجود اول واحد. نيجي لنادي الزمالك وبعد كده ندخل على منتخب مصر. نادي الزمالك في عرض وصل لنادي الزمالك قطري لاخوان الفينا بزيرة، وفي الحقيقة ان العرض اترفض من نادي الزمالك. بس هل نادي الزمالك رفض العرض عشان خاطر انت محتاج خوان الفينا بزيرة؟ والكلام اللي اتقال ان الراجل ده ما قدمش لسه المستوى بتاعه 100% او ما فاتش نادي الزمالك بصفة كبيرة، فالمفروض ان هو عنصر اساسي في الفريق فهيكمل مع نادي الزمالك. وفي اخبار طلعت ان بعض المسؤولين داخل نادي الزمالك
خايفين يمشوا خوان الفينا بزيرة خوفا من ان هو يرجع للنادي الاهلي. هو احنا هنمتى يعني لحد امتى هنفضل حاطين الاهلي في دماغنا او مفكرين دايما في النادي الاهلي؟ دلوقتي لعيب مهم عندك واساسي في الفريق جاله عرض، المفروض ان انت ترفضه، يعني ده قرار صح 100%. ترفض العرض عشان خاطر نادي الزمالك محتاجه، وعشان خاطر ده لعيب اساسي داخل فريق نادي الزمالك، وعشان خاطر يفيد الزمالك وياخد بطولات مع الزمالك. ده اللي المفروض يتعمل او ده اللي المفروض يتقال. لكن ان في خبر يطلع ان بعض اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك خايفين يمشوه عشان خاطر ما يجيش على النادي الاهلي. هو انت بتحافظ على اللعيب عشان خاطر يفيدك، ولا بتحافظ على اللعيب خوفا من ان هو يروح النادي الاهلي؟ فالحقيقه الموقف ده غريب. لكن ان اخوان قلبنا العرض يترفض، يترفض عشان خاطر هو لسه ما قدمش حاجه لنادي الزمالك، حتى لو المبلغ كبير. اصل نادي الزمالك محتاج فلوس، ومحتاجين وعلينا ديون ووقف قيد والفيفا والقواضي والناس اللي عايزه مننا فلوس. بس انت لو جالك في اخوان قلبنا 3 4 مليون دولار هتاخدهم هتسد بيهم ديون. طب ما انت بتفضي فريقك. طب ما هو نادي الزمالك كده كده بيدور على عروض لعبد الحميد معالي والايشو والصلاح الدين مصدق والمحمود جهاد ان هم يمشوا في يناير، واحتمال الخامس بتاعهم يبقى ناصر منسي. دي الناس اللي انت ممكن تستغنى عنها عشان خاطر انت فريقك مش في احتياج ليهم، وبفلوسهم تقدر تسد جزء من المستحقات اللي عليك، وتحاول ان انت تفك كده عشان خاطر تتعاقد مع صفقات بديلة للصفقات اللي انت مش محتاجها. لكن قصة خوان ألفينا ونرجع نفس الكلام بتاع زيزو وبتاع إمام وبتاع بن شرقي، والنهارده بنروح على حسام عبد المجيد ومحمد السيد ما يمشوش خوفا من انهم يروحوا النادي الأهلي. انا ضد ده، وضد ان احنا نفكر في النادي الاهلي. اصلا النادي الاهلي ماشي في سكه وفي طريق مع حاله، بلاعيبته بمدير فني جديد بمجلس اداره مستقر، ماشي بسيستم معين. فاحنا لازم نبص على مصالح نادي الزمالك ونمشي في الطريق الصح بتاعها، وما نبصش للنادي الاهلي. والجزئيه التانيه اللي ليها علاقه بنادي الزمالك، حامد حمدان. حامد حمدان اللي المفروض جون ادوارد، خلاص احنا كلنا عرفنا القصه دي وكل الناس بقت بتتكلم فيها، واحنا عارفين من 3 شهور او من بدايه الموسم ان حامد حمدان متمسك بنادي الزمالك، واخد وعد من جون ادوارد، وكل القصه واقفه على 20 مليون جنيه. حامد حمدان اللي وكيله امبارح خرج بتصريح قال ان حامد حمدان اولويته دلوقتي هو النادي الاهلي، ومستني مسؤولين النادي الاهلي تتحرك لضم حامد حمدان. يعني حامد حمدان اللي كانت رغبته للزمالك، واللي تمرد على بتروجيت عشان خاطر الزمالك، واللي البعض من جمهور نادي الزمالك كانوا بيقولوا على حامد حمدان ان هو بايع الدنيا عشان خاطر النادي، وان هو ابننا وان هو والناس بقت بتحبه من قبل ما يجي. لا، الكرة مش كده. والمفروض احنا نتعلم، احنا كجمهور نادي الزمالك بالاخص نتعلم ان مفيش حاجه اسمها بقى ولا ابننا ولا الانتماء ولا الولاء ولا وفاء. لا، فلوس. فلوس. الراجل متمسك، كان متمسك بالزمالك، كان متمسك. هل اداره الزمالك تحركت؟ ما تحركتش. فهنا الاهلي اتحرك، فلا هيروح الاهلي. بيراميدز اتحرك والاهلي اتحرك، بس طبيعي كفه الاهلي هي اللي توب. فريق مستقر، فريق تاريخ بطولات، قصص كبيره قوي في الاهلي. بس ومع ذلك الراجل ده كان موافق ان هو يجي الزمالك برغم كل المشاكل اللي عندنا، بس احنا حتى ما تحركناش عشان نضم حامد حمدان. ففي الحقيقه النهارده حامد حمدان هي اولويته النادي الاهلي ثم نادي الزمالك. فاتمنى البعض من جمهور نادي الزمالك اللي كان فرحان بحامد حمدان وقصه الانتماء والولاء وابننا ومش ابننا، نتعلم وبلاش ننفخ في اللعيبه. اللعيب لما يلاقي دعم من جمهور الزمالك من قبل ما يجي، فلما يجي مش هيقدم شيء. لما يجي مش هيقدم شيء. لكن هناك في الاهلي جيت ما جيتش زي ما جيتش مش فارقه. الاهلي ما بيقفش على حد. جمهور الاهلي ما بينجمش اللعيبه، للاسف ده بيحصل. جمهور الزمالك بينجم اللعيب في كلمه، جمهور الاهلي لا. جمهور الاهلي انت لازم تديني سنه واثنين وثلاثه وتحقق لي بطولات وانجازات عشان خاطر انا انجمك. لكن بعض من جمهور نادي الزمالك للاسف هم بيسوقوا سمعه جمهور الزمالك ان هم بينفخوا في اي لعيب، على الرغم كتير من جمهور نادي الزمالك ما بينفخش في اي لعيب. فدلوقتي حامد حمدان اولويته هي النادي الاهلي بسبب ضعف اداره نادي الزمالك او ضعف جون ادوارد في التعاقد مع حامد حمدان. نيجي للحاجه الثالثه، وكابتن ايمن الرمادي اللي بقالنا 3 ايام
اخبار بتطلع من نادي الزمالك ان في اعضاء مجلس اداره عاوزه ان كابتن ايمن الرمادي يرجع لتدريبه نادي الزمالك. طب هنا انا عاوز اتكلم في جزئيتين. اول حاجه، هو مشى ليه؟ كابتن ايمن الرمادي من البدايه هو مشى ليه؟ وراجل جه قعد شهر جاب لي بطوله كاس مصر من بطل ابطال افريقيا اللي هو بيراميدز. فالراجل ده اولا مشى ليه؟ ثانيا، هل انت عاوز تجيب كابتن ايمن الرمادي لحد ما تجيب مدير فني اجنبي؟ يعني كابتن ايمن الرمادي يجي يتولى تدريب نادي الزمالك لحد ما الزمالك يقف على رجليه ويبقى معاه فلوس فيمشي كابتن ايمن الرمادي فيجيب مدير فني اجنبي. في الجزئيتين غلط. اولا، ما كانش كابتن ايمن الرمادي ما كانش ينفع يمشي من تدريب نادي الزمالك. هو في الاول وفي الاخر احسن من يانيك فيريرا والمشروع الفاشل اللي جون ادوارد كان حاطط نادي الزمالك فيه. ثانيا، الراجل مدير فني للبنك الاهلي، مقدم مستوى طيب وعنده امكانيات كويسه وراجل مدير فني كبير وماشي في طريق. ليه انت عاوز تهد الطريق بتاع الراجل ده فتجيبه نادي الزمالك يمسك لحد ما انت تتمكن من شويه فلوس تقدر تجيب بيهم مدير فني اجنبي فتمشي الراجل ده وتضيع مستقبله؟ طب ما هو موجود في البنك الاهلي وماشي بصفه مستمره. لو انت عاوز كابتن ايمن الرمادي يجي نادي الزمالك ويكمل ويمضي عقد 3 4 سنين يبقى مدير فني لنادي الزمالك، هاته. لكن هتجيبه عشان خاطر تتمكن من فلوس فتمشي كابتن ايمن الرمادي فتجيب مدير فني اجنبي؟ فلا. سيب كابتن احمد عبد الرؤوف يكمل. فهو في الاول وفي الاخر مشروع يانيك فيريرا كابتن احمد عبد الرؤوف اكيد احسن منه مليون مره. فسيب كابتن احمد عبد الرؤوف يكمل لحد ما انت تبقى قادر تجيب مدير فني اجنبي ويبقى هات. طب كابتن احمد عبد الرؤوف نجح، انتوا عاطين له مهله 3 مباريات: ماتش زيسكو وماتش كايزر تشيفز وماتش سموحه. لو هو كسب الثلاثه فالراجل مكمل. طب ما تسيبه يكمل لو الفريق استقر معاه وشوف تدعيماته ايه في يناير وهات له التدعيمات ومشي اللعيبه اللي هو مش محتاجها وخلي الزمالك ماشي مستقر. مش لازم عقده الخواجه. احنا معناش فلوس ندفع لمدير فني اجنبي فنكمل بكابتن احمد عبد الرؤوف، هو ده اسلم حل. فده رايي واتمنى ان كابتن احمد عبد الرؤوف يكمل مع نادي الزمالك. نيجي لمنتخب مصر ومباراته النهارده قدام كاف فيردي. من بعد ماتش اوزبكستان كل الناس بتهاجم كابتن حسام حسن، او البعض بينتقد انتقاد عادي، وانا انتقدت كابتن حسام حسن في حاجات كتير، في خطه وفي طرق لعب وفي تشكيل وفي لعيبه. كان مستواه سيء في الملعب وان مفيش خطه ومفيش اي حاجه منتخب مصر بيقدمها. وفي ناس بتطالب برحيل كابتن حسام حسن عن منتخب مصر. وعلى ما اعتقد ان هي نفس الناس اللي كانت بتطالب ان كابتن حسام حسن يبقى مدير فني لمنتخب مصر. في النهايه كابتن حسام حسن ما ينفعش يسيب تدريب منتخب مصر، لازم يكمل مهمته. وان احنا في الاول وفي الاخر مش هنحكم على كابتن حسام حسن بماتشات وديه، بس احنا انتقادنا لازم يبقى موجود عشان خاطر اللي احنا بنشوفوه ما ينفعش نشوفوه تاني مع منتخب مصر. ماتش اوزبكستان منتخب مصر قدم ولا حاجه، فهل النهارده قدام كاف فيردي هنقدم ولا حاجه؟ طب تشكيل كابتن حسام حسن كان تشكيل خاطئ وتشكيل سيء في ماتش اوزبكستان. فالنهارده المفروض كابتن حسام حسن يكون اتعلم من الاخطاء اللي حصلت في ماتش اوزبكستان اللي هو في المؤتمر الصحفي، وده اللي انا عاوز اتكلم فيه بعد المباراه. ما اتكلمش على اي حاجه من دي ولا قال ان انا اخطات مثلا في ادارتي للمباراه، ان انا اخطات في من بدايه المباراه في تشكيلي. هو مش هيقتنع ان هو غلط لان هو ما عدلش طول المباراه. حتى لما ضم محمد حمدي مدافع تاني جنب رامي ربيعه ونزل احمد فتوح فهو برده كان بيهاجم او مخلي خط الظهر بتاعه يتقدم. والناس دي لما بتعمل مرتده طبعا في كوره ممتعه، في سرعه، في قوه، طبيعي الناس دي تغلبنا. طبيعي ان احنا نشوف الاداء السيء اللي قدمناه قدام منتخب اوزبكستان. فنتمنى النهارده كابتن حسام حسن تعدل تشكيلك. انت المفروض بتجرب لبطوله افريقيا، فنزل لعيبه انت تعتمد عليهم. انت مش تفضل تجرب لحد ما توصل للبطوله وتجرب كمان مع المنتخب. كل الناس كانت بتحارب ان انت تبقى مدير فني لمنتخب مصر واديك بقيت مدير فني لمنتخب مصر. فرحت بالانجاز بتاع كاس العالم برغم ان انا مش شايف ان هو انجاز، انا شايف ان هو حاجه جميله وحاجه كويسه. وساعتها قلت نفرح ولازم نفرح ونتبسط، دي رابع مره نوصل. بس هو مش انجاز كبير، مش انجاز كبير، لان المغرب لما اخد كاس عالم للشباب اللي هو الانجاز الحقيقي واول منتخب عربي يفوز ببطوله عالميه زي دي، الناس فرحت واتبسطت عادي. احنا عملنا حنه وجبنا حماده هلال وجبنا احمد سعد وكنا مقفورين القصه وتعاملنا مع الموضوع ان هو انجاز كبير بالرغم ان هو مش انجاز، هي حاجه حلوه ونتبسط منها. فانت مكمل يا كابتن حسام وعندك بطوله افريقيا، فالمفروض ان انت تجرب عشان خاطر تقدم حاجه مع منتخب مصر، وان احنا المفروض مرشحين للبطوله.
فنتمنى في مباراة كاب فيردي تكون انت حاطط حاجة بس قدام منك، حتى لو انت عندك غيابات، ولسه هنتكلم في القصة دي. انت هيبقى عندك مباراة نيجيريا بعد كده، مباراة ودية قبل بطولة الأمم. فانت امتى هتثبت على تشكيل؟ انت بقالك 3 ماتشات بتلعب ب3 ورا. انت كنت بتلعب منتخبات المفروض ان هي ضعيفة، فبتلعب ب3 ورا. طب انت النهارده بتلعب اوزبكستان، منتخب وصل لكاس عالم ومنتخب قوي، تلعبوا بسرد باك واتنين باكات معاهم ورا. يعني انت التلاتة فيهم اتنين باكات عايز تطيرهم على الجناب، وتسيب رامي ربيعة لوحده اللي هو كبير في السن، واللي هو مش قادر يجري، واللي هو ما بقاش عنده قدرة بدنية ولا اي يعني قوة حتى في خط دفاع منتخب مصر. رامي ربيعة بقى مشطب ومش موجود. المؤتمر الصحفي بعد مباراة اوزبكستان، كابتن حسام حسن طلع قال حجج ومبررات ملهاش اي لازمة. انت النهاردة اخطأت في تشكيلك، واخطأت في طريقة لعبك، واخطأت في ادارتك للمباراة داخل ال90 دقيقة، وعملت كل حاجة غلط يا كابتن حسام. ما فيهاش حاجة لما تقول انا غلطت وبجرب، وانا لازم اغلط في الماتشات الودية عشان ابقى اتعلمت في الماتشات الرسمية. لكن انت طلعت قلت يا كابتن حسام ان انا اللعيبه اللي عندي والغيابات هي اللي السبب في الخساره. لا يا كابتن حسام، تعالى نتكلم على التشكيل اللي انت بدأت بيه. مش هنتكلم على حراسه المرمى، طبعا كابتن محمد الشناوي كان مريح ومحمد صبحي لعب مكانه، وكده كده الجونين اللي اتسجلوا فينا مش اخطاء محمد صبحي. نيجي نتكلم في اللعيبه اللي كانت ال10 لعيبه اللي في الملعب. محمد هاني اساسي معاك، رامي ربيعه اساسي معاك، محمد حمدي اساسي معاك، حتى احمد فتوح لما نزل فهو اساسي اصلا منتخب مصر بقاله 5 سنين. مروان عطية أساسي منتخب مصر، زيزو أساسي منتخب مصر، محمد صلاح أساسي، مصطفى محمد أساسي، أسامة فيصل أنت بتلعبه أساسي. 10 لعيبة من ضمنهم 8 بدأوا الماتش واتنين كانوا احتياطيين. دي لعيبتك الأساسية يا كابتن حسام. اللي غاب عنك هو تريزيجيه، وتريزيجيه حط مكانه زيزو. يعني زيزو موجود يصد مكان تريزيجيه، مرموش مش موجود، فزيزو تقدر تلعبه جناح بدل ما انت لعبت اسامه فيصل. فالغلط منك، الغلط منك. اللعيبه بقى اللي انت بتقول 90% من قوه منتخب مصر، ده كلام بتضحك بيه علينا، واحنا ما ينفعش تضحك علينا عشان احنا شايفين انت بتلعب بمين. اللعيبه اللي انت قلت في المؤتمر الصحفي ان هي كانت اثرت على مستوى منتخب مصر، محمد عبد المنعم اللي بقاله سنه عنده صليبي وما بيلعبش معاك اصلا يا كابتن حسام، مهند لاشين اللي انت اتكلمت عليه هو اصلا مش اساسي منتخب مصر، امام عاشور من شهر 6 مصاب مع النادي الاهلي، وكان من قبليها مصاب معاك، ولما رجع في قمه فورمه امام عاشور، وكان احسن لعيب في مصر وفي افريقيا، وكان مرشح لحد امبارح ان هو ياخد احسن لاعب في افريقيا. انت كان عندك مشكله معاه وما بتاخدوش المنتخب. ابراهيم عادل مش اساسي منتخب مصر. دي اللعيبه اللي انت قلتها في المؤتمر الصحفي، ده مش التشكيل الاساسي بتاع منتخب مصر. فما تضحكش علينا، دي مبررات وحاجة فارغة مش هتفيدك ولا هتفيدنا بأي شيء. احنا في النهاية عايزين منتخب مصر يقدم كرة كويسة، عايزين منتخبنا يبقى ممتع ويبقى أداؤه جميل، ونقدر ان احنا نروح أفريقيا نحقق حاجة يا كابتن حسام. فنتمنى في ماتش النهاردة نشوف منك تشكيل مظبوط، طريقة لعب انت فاهمها واللعيبة تبقى فاهماها. وانا اشك ان انت بتحفظ اللعيبة طرق لعب يا كابتن حسام. انا ما اعتقدش ان انت بتعمل ده. انت بتنزل اللعيبه، بتنزل تشكيلك هو افضل 11 عندك، وكل لعيبه عنده القدره الفنيه العاليه اللي هو يقدر يتصرف فبيتصرف. لعب كله فردي، مفيش جمله متحفظه ما بين لعيبه منتخب مصر. وفي ماتش جيبوتي وماتش غينيا بيساو، الحاجه الجميله اللي كانت موجوده في المنتخب محمد هاني وزيزو ناحيه اليمين، دي كانت جبهه كويسه قوي قوي قوي. بس دي لعيبه بتلعب مع بعض في الاهلي فحافظه طريقه بعض، فلعبوا وعملوا دويتو مع بعض ولعبوا. لكن انت محفظ حاجه للعيبه؟ لا يا كابتن حسام. فنتمنى ان انت تشتغل بجد مع اللعيبه وتحاول تطلع افكار من عندك يا كابتن حسام. الكوره ما بقتش حماس وبس، عشان منتخب مصر لما يوصل افريقيا في المغرب نقدر ان احنا نقدم حاجه، ونقدر ان احنا ناخد البطوله. حتى لو ما خدناش البطوله نوصل لابعد نقطه في البطوله، عشان منتخب مصر مرشح ولازم يبقى مرشح اول كمان. فكل التوفيق لكابتن حسام حسن، وانا اتمنى الناس تدعمه. بس احنا لازم ننتقد عشان احنا بقالنا كتير مش شايفين اي اداء لمنتخب مصر. لكن ان الناس تطالب برحيله فلا، ما ينفعش. لازم بعد افريقيا نشوف كابتن حسام حسن هيعمل ايه واداء وشكل منتخب مصر، وساعتها نقدر نحكم على كابتن حسام حسن يكمل لكاس العالم ولا لا. ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو عجبك. سلام عليكم.